عملت تحدي جبر الخواطر مع نفسي لمدة 20 يوم. هو جبر الخواطر ممكن يكون ان انت تدي لحد غلبان فلوس، بس مش هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تعملها. ممكن تسيب لبياع المناديل او بياع الخضار الباقي، يعني هو تقريبا البضاعة اللي معاه كلها ممكن ما تكملش اصلا 100 جنيه. خلي البيع سنة. وممكن برضو تجيب لعامل نظافة مثلا حاجة ياكلها، هو كده كده اصلا يعني بينظف مكانه. صباح الفل. صباح اتفضل. الهنا. ربنا يعينك، ربنا يعينك حبيبي. وممكن برضو تنزل تفطر مع عمال في الشارع، بجد هيتبسطوا جدا. صباح الخير. هو انا مش هعطلكم بس ممكن نفطر سوا؟ او ممكن برضو تجيب هديه لحد من اصحابك من غير مناسبه خالص، او ممكن حتى يبقى حد انت ما تعرفوش، مش لازم خالص يعني انه يبقى صاحبك، ما دام هو ابتسم يبقى انت كده جبرت بخاطره. السلام عليكم. بقول لك لو حد من هنا عدى جعان اديله اكل. او ممكن برضو تعمل حاجه مكان حد من اهلك في البيت، يعني هو اكيد هيدعي لك كتير جدا. او ممكن يبقى حيوان، على فكره مش شرط خالص ان هو يبقى انسان. وفي افكار كتير جدا جدا لجبر الخواطر، الموضوع فعلا سهل جدا وهيفرق جدا جدا فعلا مع الشخص اللي قدامك. حاجه بسيطه قوي ممكن تفرق في يوم غيرك، فحاول ان حتى لو اليوم جاي على الشخص اللي قدامك تكون انت الاثر الكويس في اليوم ده. بس كده، لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. واشوفكم تاني قريب. يلا سلام.